مفيش حاجة اسمها الزواحف البشرية. احنا سمعنا الكلام ده كتير، كلمة الزواحف البشرية. فليه الزواحف؟ يعني ليه انتوا بتقولوا زي تماسيح او زواحف بني ادم بشكل سلحفة او بشكل ضفدع؟ ايه ده يعني؟ ليه مش بشكل اسد؟ ليه مش بشكل زرافة يعني؟ ليه في الكلام ده منتشر اليومين دول؟ ان في كائنات اسمها الزواحف البشرية. ده بالعقل كده ايه الكلام المتخلف ده؟ احنا بنصدق الكلام ده ليه؟ في ناس مصدقينه للاسف. مفيش كائنات فضائية، مفيش حاجة عايشة في الفضاء اسمها الكائن الكترونوني والزواحف البشرية، وهم اللي خلقنا، وهم اللي عاملين البني آدم وطوروا الحمض النووي بتاعه. كل ده كلام فارغ، محدش يصدقه يا جماعة، لأن ده كلام كفر. اللي طلع الموضوع ده ناس بتهاجم الإسلام وعايزة تثبت إن ربنا مش موجود. الكائن العاقل الموجود فقط على وجه الأرض والسماء في جميع الأنحاء، وربنا ما خلقش إلا الإنس والجن والملائكة. إنس وجن وملائكة، مفيش أي كائنات تانية. لا يوجد أي كائنات أخرى في الفضاء. لا يوجد أي كائنات أخرى في الفضاء. مش موجود غير الإنس والجن والملائكة، هم دول اللي ربنا خلقهم كائنات عقل. غير كده مفيش أي كائنات أخرى. واللي خلق السماء والأرض وما بينهما هو ربنا سبحانه وتعالى. أي كلام كفر يتقال تعرفوا إن الناس دي من عبدة الشيطان وعايزين ينشروا الفكر بتاعهم. يا ريت محدش يتبعهم يا جماعة، احنا مسلمين، ما ينفعش نصدق الكلام التافه ده.